السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي. الفيديو ده هو بعنوان يومك بيضيع ليه؟ يومك بيضيع لو أنت صحيت الصبح الموبايل هيبقى جنبك أنت ونايم، تروح ساحب الموبايل تفضل تلعب على الفيس شوية وتلعب على الواتس شوية وتلعب على الانستا شوية وتلعب ببجي شوية، تبص تلاقي أنت أخدت من نفسك وأخدت من يومك ساعتين، وأنت جسمك من كتر أنت وبتلعب أنت ونايم الوقت بيضيع منك. تمام؟ بتحس جسمك كده بيرخم منك، بيبقى جسمك تقيل مش عايز تصحى. تمام؟ طيب ماشي. طلعنا رحنا درس الساعة 10 الصبح أو الساعة 11 أو الساعة 12 عشان المدرسة. صاحبك طبعا بعد ما بتخلص الدرس ما ينفعش يسيبك كده، لازم يديك نصايح حلوة خالص. يقول لك بعد ما نخلص الحصة لازم نطلع على البلاي ستيشن. تمام؟ نطلع نلعب تنس، نطلع نلعب بلاي ستيشن، نطلع نلعب كورة. الحصة تبقى الساعة 12 ونص، نروح البيت الساعة 6 المغرب. تمام؟ يعني احنا أخدنا كام؟ أخدنا في حدود 6 ساعات. كويس خالص. عشان ايه؟ 6 ساعات كنت بتعمل فيهم ايه؟ الست ساعات كنت انت طالع تاخد فيهم حصة. طبعا انت خلصت الساعه 6 ما ينفعش تروح على طول. ازاي تروح على طول؟ لازم تطلع تقعد على الكافيه بره شويه، تقعد انت واصحابك من 6 تخلص الساعه 9 ونص 10. هتروح البيت طبعا انت ضايع، اصحابك كلهم مش بيذاكروا وانت بتقول انا لازم اكون زيهم، لازم انا لا، الدنيا كلها بتتلم في اخر ايه؟ في اخر الوقت. طالب اولى ثانوي وثانيه ثانوي بيقول ان انا خلاص سنه نقل. طالب ثالثه ثانوي هيقول لك خلاص احنا اخر السنه كده هنغش وكده اخر السنه الدنيا هتعدي. الكلام ده طبعا كله غلط في غلط في غلط. هتروح البيت مش هتعمل اي حاجه، بتنام على طول. دفعتنا احنا في ايام ثانويه عامه 2002 كان لسه طالع البلاي ستيشن جديد. كان البلاي ستيشن ده هو دمر يعني 80% من الدفعه بتاعتنا بلاي ستيشن. طبعا انتوا بسم الله ما شاء الله انترنت والموبايلات والواي فاي في البيت، قرب المسافات هتلاقي الواي فاي والنت والكلام ده كله هيضيع نسبة 100% الا ما رحم ربي. انا بقول ان احنا داخلين على رمضان، شهر كريم، كل سنة وانتم طيبين. فرصة ان انت ترجع لربنا كويس خالص. اول ما تصلي، اول ما تقرب من ربنا هيسبب لك ربنا كده ارتياح نفسي، هتبقى انت مرتاح نفسيا. بعد عن الموبايل بتاعك، سيبه خالص ما تمسكهوش. استخدم الموبايل لو انت عايز تكلم حد، لو انت عايز تدخل تجيب حاجه من على النت بس. المستر منزل لك واجب، منزل لك ورق، هو ده استخدام النت بالنسبه لك. غير كده ملوش اي استخدام. اتبعد عن الموبايل، ما تخلوش جنبك خالص. لازم تبقى انت قاعد في مكان هادي، لازم تكون حابب الماده اللي انت بتذاكرها، لازم تقرب من ربنا كويس خالص. يعني معنى كده ان انا هطلع اخد الحصه بتاعتي، حصه الساعه 12 ونص، على حسب المواصلات اللي انت هتاخدها، على حسب المسافه اللي انت هتاخدها، فرق ربع ساعه نص ساعه، اخلص الحصه اخد الورق بتاعي تاني راجع على البيت على طول. بعد ما ارجع على البيت اخلص الصلاه بتاعتي وبعد كده اكل كويس خالص. في حاجه مهمه خالص بلاحظها في الدفعه اللي طالعه جديد دي، تلاقي كل الناس ما بتهتمش باكلها، كاراتيهات، شيبسيهات، حاجات زي كده. لازم الواحد بعد ما يروح البيت، مفيش احسن من اكل البيت اللي بتعمل ماما بايديها ويكون مضمون ويكون حاجه نظيفه. طبعا لازم اكل كويس عشان جسمي يتقوى كويس خالص، عشان ياخد كل العناصر الغذائيه. وبعد ما اكل وبعد ما التزم بالحضور في البيت والتزم بالصلاه، بلاش اللف بره، بلاش قاعده على الكافيهات، بلاش مسكه الموبايلات. خلاص انا بوجه الكلام ده لطلبه اولى وثانيه ثانوي عشان هم داخلين على الامتحانات بعد رمضان على طول. بعد عن الموبايل، التزم بالصلاه بتاعتك، ما تضيعش وقت كتير بره البيت، حاول ترجع البيت بدري، حاول تذاكر اول باول، ما تراكمش المواد، حاول تكون قوي ما تكونش ضعيف. كل ما يجي لك الشيطان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم تبقى انسان قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. طبعا لازم الواحد يكون قوي ويتغلب عن شيطانه ويتغلب عن الحاجات اللي بتبعده عن المذاكره وبتبعد عن ربنا. طيب بالنسبه طبعا انت لازم تذاكر اول باول عشان خلاص بعد العيد على طول في اول شهر 5 هتلاقي الامتحانات في وشك كده. فلازم تذاكر ولازم تلتزم. رمضان مش شهر نوم، رمضان ده شهر عباده، ان انت تقرب من ربنا. انت في النهار حاول تذاكر بقدر الامكان، بعد الفطار تصلي التراويح وتحاول تذاكر وتلتزم. على قد ما احنا بنكون تعبانين وعلى قد ما احنا بنبقوا تعبانين، ربنا بيبعتنا التركيز من عنده، يبعتنا ان احنا اقل مجهود بنبذله بنحصل معلومات وبنحصل كميات كبيره. حاول تشد حيلك في رمضان عشان ما يضيعش منك، عشان لو رمضان ضاع منك الامور هتبوظ منك بعد العيد، مش هتلحق تذاكر. حبايبي، اولادي واخواتي الصغيرين، طلبه ثالثه ثانوي، اوعى تفكر نفسك ان انت دخلت في شهر 3 و8 3 انت ضعت، لا والله. على فكره انت لو ما فتحتش كتاب من اول السنه، فرصه كويسه خالص قدامك 3 شهور كاملين و3 ايام او 4 ايام. عندك 94 يوم، 94 يوم تقدر تكسر الدنيا فيه. 94 يوم
طبعا ما فيش حد ما فتحش كتاب، انا بتكلم لو انت اقل حاجه اضعف حاجه انت ما فتحتش كتاب خالص. 94 يوم تقدر تكسر الدنيا. امسك الفيزياء وامسك الكيمياء وامسك الاحياء وامسك الجيولوجيا وامسك العربي وامسك الفرنسي وامسك الانجليزي. حاول تمسك كل المواد البسيطه السهله، لازم تذاكرها وتقفلها. كل ما تذاكر ماده وتقفلها وتحل عليها ده هيديك اطمئنان وهدوء نفسي. حاول تشوف الفيزياء او الكيمياء او الاحياء اللي هي المواد الثقيله دي، امسك الماده كده اديها اسبوع فرم، هتلاقي نفسك انت دمرتها وكسرتها وحليت عليها. حاول تحل كتير 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 خالص. المذاكره حاجه كويسه خالص. 90% من الالتزام او 90% من تحصيلك بيعتمد على قوه تركيزك وصفاء ذهنك واصرارك ان انت تقفل الحاجه اللي قدامك. وحاول تطول وقت المذاكره، ما تقعدش نص ساعه وتقوم تقعد نص ساعه، لا حاول تقعد. على ايامنا احنا الواحد بسم الله ما شاء الله والله كان الواحد بيقفل 18 ساعه مذاكره في اليوم. شدوا حيلكم، داخلين على رمضان، فرصه ليكم تلتزموا وترجعوا لربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يرضيكم ويرضى عنكم وتحققوا كل احلامكم. مع السلامه.